عليكم الحبايب اللي موجودين معايا في القناة بتاعتي على اليوتيوب. زي ما حضرات الصدر أفضل حضرات الصدر اللي شايفيننا على الكاميرا. دي طبعا أنا كنت كنسها بقت في اليوم اللي أنا كنت قاعد فيه أجازة اليوم اللي فات، اللي هو بتاع الجمعة. كنت مروج الدنيا خالص، بس بقت اللهم صل على الحبيب النبي. بتوع الجبس بقت في أسرع وقت كده، زي ما حضرات الصدر أفضل شايفيننا على الكاميرا. بصور لك بقت كل حاجة على الطبيعة. هو دي بقت الصالون اللي أنا كنت منضفة. والترويج بقت في البداية خالص، بس اتفاجأت بقت ايه بالدربكة اللي حصلت دي. دي بقت مطرح الجبس كده، يعني بعد ما الجبس اتعمل وكده تنظيف وترويج والدنيا. اجا الصناعة بقت حضرات السادة الأفاضل اللي شايفيننا، يعني بسم الله ما شاء الله في أسرع وقت كانت الشقة متنضفة، وفي نفس الوقت برضو كانت اتدمرت تاني. نعم. كنيس لا، ترويج لا، مش عارف ايه. بس ان شاء الله دوت في اسرع وقت، يعني هتنضف وهتتروج عليها. ودي برضك هنا شكاير اهيت بعد ما الاوضه اتروجت عليها طبعا. دي برضك نجدة شكاير اهيت تتحط في تروسيكل. والاوضه دي برضك كان فيها برضك شويه جبس وحاجات متكسرين وتروجات كده، يعني جايب لكم كل حاجه على الطبيعه. ولسه برضك الجبس هنا شغال، يعني الجبس لسه بدري لما يخلص. قلنا بقى ايه، بدل ما احنا عمالين بننضف اول باول، لا نسيب بقى كل حاجة على الطبيعة كده، والآخر نبقى نلم ونرميه. نجد التروسيكل هنهات كمان لو حد. يا ريت الحبايب اللي بتتابعنا كده على اليوتيوب محدش ينسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دي طبعا بقت السلالم اهيت اللي بتوع الجبس بيستخدموها للعالي. سلامم خشبات بسم الله ما شاء الله، يعني سلامم حلوة تستحمل يعني. ودي برضك استخدامها برضك يطلعوا يسندوا عليها اللي هي بتاعت الزجالة، اللي هو اللاد ده. دي بقت بتاعت الجبس، هي بتوع الجبس ساعة ما خلصوا هنا أول بالصلاة على النبي. شوف الحاجة تحفة ازاي. ده عمود جبس برضه اهوت يا جماعة. ده عمود جبس اهوت، وجايبها دوران لفة من فوق. واللهم صل على النبي، تسلم ايد الصنايعي المحترم اللي شغال، يعني شغال بضمير الله الوكيل، يعني حاجة تشرف أي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين اهوت، أنا بوريكم الحاجة على الطبيعة. طبعا ديت لوحة مفاتيح، لسه يعني لسه فيها شوية تشطيبات كمان. اللهم صل على النبي، يعني عردة كاملة حلوة. ودي برضك عمدان جبسة اهيت، رسومات. ودي بقت سبوتات اهيت محطوطة هنا لفة دوران كاملة اهي، جاية كاملة. ودي العرضة التانية برضك اللي هي اللي في الخلف، معمولة برضك نفس العرضة اللي أنا وريتها لكم في الوش. دي بقت شوية بروز هم يعني مدين حاجات حلوة كده ومناظر حلوة تمشي مع الجبس طبعا. ما بقى تشوف السقف عامل ازاي. السقف حاجة حلوة، بس التصوير كمان بالليل مش واضح، جو الكاميرا مش واضح. ايه، بس الإضاءة عكس فنلندا. دي طبعا بقت الحاجات الحلوة اللي معمولة اهيت في الصالون. حاجات بسم الله ما شاء الله، نفس برضك العرض اللي انا موريها لكم اهي. هو لسه عامة يعني جبس ما خلصش يا جماعة، لسه برضك حاجات كتير. ودي برضك شوية براويزة هم لسه برضك هيتشطبوا وتتظبط فيهم حاجات. دي طبعا بقت انا في الصالون اهو، بس لسه فانا شوية براويزة هم لسه برضك عايزين تشطيبات كده. دي برضك يعني لسه بتفحر لها عشان تركب جبس. دي طبعا بقت الجرادل. دي شكارة الجبس اهي وهي مفتوحة، ودي الجردل، يعني كل حاجة عربيات جاهزة. دي كل حاجة كده عربيات تكون ايه جاهزة، عشان تاني يوم لما يجوا تلاقوا الحاجة جاهزة على طول. دي طبعا برضو الخارج الباب هو خارج الشقة. دي طبعا برميل بس لسه هيتملي مية. دي لسه هيتملي. ودي طبعا برضو السطح اهوت محطوط عليه حاجات برضو اسجال اهيت علشان يعملوا السلم برضو من بره. الشقة ديت كليتها يا جماعة أنا كنت منضفها.
كانت متنضفة والله وكنت مروق عليها. بس يلا كل خير، هيتروق ده كليته وهيتغسل وهتتظبط الحتة في أسرع وقت. دي شقة أخويا الكبير بقت المعلم صبحي عبد الحميد أبو يوسف الغالي، ربنا يحفظها يا رب كده ويخلوهن. دي شقة أخويا الكبير الدور التالت يا جماعة. بعد أنا داخل بقت جوه في أوضة النوم الرئيسية عشان أوريكم الجبس، بس مش عارف الإضاءة بقت هتجيب ولا لأ. هو عامة شوفوا، دي برضو شكاير جبس اهيت محطوطة، وديت انوخ من بلاط ورسومات ذهبي. نفس العرضة اللي في الصالون زي ما حضراتكم شايفينها كده. حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة تروق تشرف أي حد. الله الوكيل، ربنا يحفظها، ربنا يحفظ اللي عامل الشغل دي كمان يا عم. حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تشرف بجد. دي برضك مش لازم الحيط عشان برضك ورا منا يمشي مع السكوب. والسقف برضك يا جماعة يعني حاجة بسم الله ما شاء الله برضك. ودي برضك يعني في الأوضة الرئيسية أهو، ودي السقف أهو. شوف البرواز اللي في السقف عامل ازاي، حاجة تشرف يمشي مع الإضاءة. دي بقى السبوتات اللي اتشالت عشان لما الدهان يندهن على طول يبقى الحتة متروج عليها كده. برضك في الأوضة نفس اللي في العرضة بتاعت الصالون اهي، نفس العرضة اللي بره. قولوا لنا رأيكم ايه بقى في التعليقات كده، ويا ريت اللي بيشوفنا يشرفنا كده على طول في القناة. ان شاء الله القناة دي هتوصل بكم بعد ربنا، نبقى مع بعض ايد واحدة. اللي يجيب ربنا حلو. احنا بنتعب والله يا جماعة في التصوير ده، وبنتعب في كل حاجة احنا بنعملها. الطلوع على السلم مش درجة واحدة، لازم تتعب في الأول وبعد كده ترتاح. دي بتاعت شاشة عرض يا جماعة. دي بقت البرندة من بره الدور التالت اهوت. شوفوا بسم الله ما شاء الله البراويز عاملة ازاي، نفس النظام. دي بقت البرواز الرئيسي اللي هو بتاع العمود الصبة. دي بقت المطبخ الأمريكاني اهوت، والحاجة اللي تشرف أي حد بصراحة، حاجة حلوة جدا. دي بقت بيخبطوا بالشواكيش كده وبيفحروا الحتت ديت علشان جبس زي اللي فوق ده. هنطلع بقى بره بقى فوق على السطح كده واوريكم الدنيا ديت كليتها، واحنا بنجيب ميه وبنشيل وبننزل واوريكم المكان كله. دي بقى وانا طالع على السلم بالليل اهوت، يعني شويه بالنهار في الشغل وشويه بالليل، وما فيش حتى يوم راحه اجازه. اه دي بقى هوريكم بقى المكان اللي انا بجيب منه ميه وبنوصل لهم ميه. دي الخرطوم طبعا اهوت اللي هم بيستخدموه. ودي بقى المكان اللي هم بقى ايه بيستخدمونا كل حاجه. دي بقى زي ما حضراتكم شايفين كده الحنفية هي اللي هنا بنسحب منها مية. الله الوكيل، يعني حاجة حلوة من الآخر. أنا واقف كده في المكان اللي بيودي مية لتحت للناس بتوع الجبس هم شغالين للصنايعية تحت. وكنت عرضت لكم الخزان ده قبل كده وأنا كنت بغسلها. الخزان ده ما كانش كده يا جماعة، كان عليه تراب موت. ودي بقت الخزانات اللي أنا كنت بغسلها، بنجيب مية منهم. الخزان اللي في الخرطوم دوت محدش بيستخدمها خالص يا جماعة، محدش بيستخدمها خالص. لكن الرئيسي بتاعنا هنا قهوة، عشان الخزانات بالليل في الضلمة الإضاءة مش حلو. على فكرة أنا على السطح مش تحت، أنا على السطح. شوفوا الأماكن عاملة ازاي زي ما حضراتكم شايفين كده. وبسم الله ما شاء الله ديت المدنة اهي. المدنة بسم الله ما شاء الله جايبة حاجات حلوة في الإنارة، متلونة نور ازاي، شكلها حلو. دي بقت واحنا نازلين من على السلم بقت اهوت للشقة اللي تحت. يا ريت بقت محدش بقت ينسى الاشتراك في القناة كده وتفعيل الجرس، واكتبوا لنا بقت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.